تعالوا نستقبل الصيف بأطيب وصفة آيس كريم سريعة وطيبة وتسرسح القلب، فضلا الإعجاب والاشتراك والصلاة على الرسول. خلونا نبلش. أول شي رح نسمي بالله. وهون عندي نص كيلو من الفريز، بعد ما غسلتوه حطيته ليلة كاملة بالفريزر لحتى يجمد. رح أنقله على محضرة الطعام أطحنه شوي. رح أضيف عليه نص كوب من الكريمة الشانتيه، معلقتين كبار من الحليب البارد، وأرجع أطحنهم ببعض. طبعا انا ما ضفتوله سكر لانه الكريم شانتيه اللي عندي حلو مو خام. اذا حبيتوا ممكن تضيفوا سكر ستيفيا، سكر بودرة او عسل. صار جاهز. رح ادخله على الفريزر اقل شي 6 ساعات لحتى يجمد. وهون عندي نص كيلو من الموز، بعد ما غسلته حطيته ليلة كاملة بالفريزر لحتى يجمد. رح اقشره واطحنه بمحضرة الطعام شوي. رح اضيف له نص كوب من الكريمة الشانتيه، معلقتين كبار من الحليب البارد، وارجع اضربهم ببعض لحتى ينطحن عندي. رح افرغه بالتبروير وادخله على الفريزر كمان شغلات 6 ساعات لحتى يجمد. طبعا الله وكيلكم انا صار لي تاركته بالفريزر 4 ايام لحتى جمد عندي، بس والله صار جاهز. طبعا النكهات ما اقدر اوصف لكم اياها لانه ما يشبه تبع السوق 1%، لانه الفواكه طبيعية وانتو ضمنانين المواد اللي حطيتوها. الوصفة تستحق التجربة لانه جدا طيبة، بس اللي عذبني انه موضوع الكهرباء اخذت وقت لحتى جمدت. لو عندي كهرباء على طول اكيد ما رح اجيبه جاهز. جربوه جدا طيب. اكتبوا لي رأيكم وبالعافية.